اوعى تغلط الغلطة دي وتقارن نفسك بحد. عمرك في يوم من الأيام جيت بصيت لقيت ناس على السوشيال ميديا مشهورين ومعاهم فلوس ولابسين أحلى لبس، فضلت تقول ياه ازاي الناس دي مشهورة ومعاهم لبس ومعاهم فلوس وأنا مش قادر حتى أغير التيشيرت ده، أنا مش قادر حتى أوصل لنص اللي هم وصلوا له. تفضل بقى تندب في حظك وتكتشف إن كل اللي عملته ملوش أي لازمة وأنت ذات نفسك مالكش أي قيمة في ده. المشكلة إن دي حاجة بتضعف شخصيتك وبتدمرها، وهي إنك أنت تفضل تقارن نفسك بالناس. في يوم من الأيام أنا كنت بعمل الغلطة دي، كنت دايما أشوف ناس على السوشيال ميديا في نفس مجالي كانوا بيعملوا إزاي، بيطلعوا عندهم ثقة في نفسهم، بيعملوا أحلى فيديوهات وأحلى سكريبت يلقوه قدام الكاميرا، في المقابل تلاقي مشتركين وناس بتتفاعل وناس بتحفظ الفيديوهات بتاعتهم وتنشرهم عنديهم، ويعني مدلع عنهم من الآخر. أنا أفضل بقى أقول طب اشمعنى الناس دي يا عم اللي مشهورة وعندهم لايكات وإعجابات وعندهم معجبين بيهم وعمالين يشيروا لهم فيديوهاتهم والناس مشهورة ومش عارف اشمعنى أنا مش مشهور، اشمعنى أنا مش راضي أوصل لربع اللي هم وصلوا له. بعد كده أفكر مع نفسي أقول طب ما يمكن هم حاولوا مرة واتنين وتلاتة عشان يوصلوا للي هم فيه، ما يمكن هم وقعوا في نص الطريق وقاموا تاني وكملوا وطوروا من محتواهم لحد ما نجحوا. بس فلما فكرت مع نفسي في النقطة دي وقفت المقارنات وقررت إن أنا أحاول أطور من نفسي واحدة واحدة، حتى لو بحاجات بسيطة، حتى لو إني مثلا أبدأ أحفظ السكريبت كويس وأفهمه، أبدأ إن أنا مثلا أبدأ ألقي السكريبت وكلامي قدام الكاميرا بطريقة مثلا حتى لو هنقوله جيد، مش جيد جدا ولا ممتاز، جيد بس في البداية يعني، اللي هو أطور من نفسي زي ما قلنا وبطل أبص على الناس، عشان خاطر لو فضلت أقارن نفسي بالناس عمري ما هعمل حاجة. تاني حاجة هقولها لكم، كان في يوم من الأيام أنا كنت شغال في مكان، كان في واحد شغال معايا كل همه يجيب أنضف ساعة وأنضف تيشيرت وأنضف كوتشي وأنضف برفان. ليه؟ عشان يبين للعميل إن هو واد فخم ومعاه فلوس ومتروش زي ما بيقولوا. المشكلة إن العميل ده اللي بيصرف ممكن يكون بيصرف من زيادة أو ممكن يكون مرتبه بالدولار، فأنت بتقارن نفسك بواحد ممكن يكون بيقبض بالدولار وكمان بيصرف من زيادة، إنك أنت تيجي تصرف نص مرتبك ولا تلات أرباع مرتبك عشان خاطر تبين له إنك أنت معاك وفخم وكده. إحنا ما قلناش ما تلبسش وما تحطش برفان وما تلبسش كوتشيات والحاجات دي، بس اصرف على قدك وما تقارنش نفسك بحد مكانته عالية سواء إذا كان في الفلوس أو مكانته الاجتماعية والمالية والحاجات دي. بس المشكلة إن هو بيجي بعدين بيندم إن هو صرف الفلوس دي كلها على الحاجات دي. طب ليه دماغنا بتعمل كده؟ عشان خاطر دماغنا بتبص على الحتة اللي ناقصة، بتبص على الحاجات اللي ناقصة. يعني مثلا أنا واحد دلوقتي لابس لبس عادي ومسرح تسريحة عادية ومش عارف إيه وشكلي مقبول جيد جدا عادي يعني، ممكن أبص على واحد تاني شكله عسل، الواد بيمشي البنات بتقع في الأرض من الجمال بتاعه، مسرح تسريحة أحسن من تسريحة كريستيانو رونالدو، لابس طقم أحسن من طقم مايكل جاكسون ومربع عضلات وبص فخم فخمت الدنيا كلها فيه. أفضل بقى أنا خلاص بقى أنسى كل اللي عندي وأقلل من نفسي وأقول أنا ماليش أي لازمة وأفضل أبص عليه وعاوز أغير منه وعاوز أعمل زيه وبتاع. المشكلة إن لو معرفتش أعمل زيه هتعب بس، فالدماغ بتبص على اللي ناقص مش اللي معاه. تاني حاجة كمان دماغنا بتبص على الكلام بتاع الناس، يعني يجي لك واحد يقول لك ايه بص فلان عمل ايه، بص صاحبك سوى ايه، بص زميلك جاب كام في النتيجة، بص يا عم جارنا جاب ايه، جاب عربية ومش عارف ايه. فبنفضل بقى نبص في مقارنات برضه والحاجات دي وتلاقي نفسك داخل في سباق هو مش بتاعك اساسا. طب ايه الحل اللي يخلينا نبطله مقارنات وتركز في حياتك؟ اول حاجه قارن نفسك بنفسك، قارن نفسك يا عم انت، شوف عملت ايه النهارده ما عملتوش امبارح، شوف عملت ايه امبارح ما عملتوش النهارده. الحاجات دي يعني مثلا انت الشهر اللي فات قدرت تحوش لك تحويشه 5000 جنيه، ده احنا بنقوله مثلا يعني الشهر ده قرصت على نفسك شويه فعملتهم 8000، اللي هو يعني بتغير من نفسك. تاني حاجه برضو طور من نفسك، اللي هو انت مثلا امبارح ما كنتش بتعمل تمرين ولا بتروح جيم، النهارده واحده واحده بدات تروح جيم، بدات تصحى بدري، بدأت تحافظ على نظام غذائي صحي والحاجات دي يعني، وتشرب مية كتير والحاجات دي اللي هو بتطور من نفسك. تالت نقطة قلل السوشيال ميديا، ما تفضلش كل شوية تبص على السوشيال ميديا وخصوصا لو انت بتقارن نفسك بالناس اللي على السوشيال ميديا.
انت مثلا لو هتقارن نفسك بالناس اللي على السوشيال ميديا وتقوم تشتغل وتبقى زيهم وما تبقاش كسول، ماشي. لكن لو انت هتفضل تعمل سكرولات الفيديوهات وتبص والله ده غني، ده معاه فلوس، ده مش عارف ايه، وانت كسول اساسا مش عايز تقوم تعمل اي حاجه ولا حتى تطور من نفسك عشان خاطر توصل لربع اللي هم وصلوا له حتى، فانت كده هتتعب من نفسك وثقتك بنفسك هتقل وشخصيتك هتتمرمط وهتتمسح بقى على الارض من الاخر. بس فانت لو انت هتقوم تطور من نفسك وتقلد الناس اللي طالعه معاهم عربيات وده لابس طقم من البراند الفلاني ومش عارف ايه، خلاص يبقى كده دي حاجه ايجابيه. لكن لو هتفضل تبص على الناس على السوشيال ميديا وتقارن نفسك بيهم، عمرك ما هتنجز اي حاجه في حياتك وهتضعف شخصيتك وثقتك بنفسك. كمان لما تبطل مقارنات وتحاول تطور من نفسك هتلاقي نفسك اخف واسرع. بس ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش تكتبوا الاراء بتاعتكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.